الهاجم حسام حسن بعد ماتش الارجنتين محتاج يراجع نفسه، لان توماس توخيل عمل نفس اللي الناس كانت طالباه من حسام حسن يعمله وخسر بنفس الطريقه. كل قال ليه ما نزلش حسام عبد المجيد، ليه ما قفلش الملعب، ليه ما لعبش ب3 قلب دفاع، مع ان مصر كانت عامله 3 تبديلات اضطراريه واللعيبه كانت منهكه جدا. وكمان المباراه شهدت لقطات تحكيميه مثيره للجدل، منهم طلبه الكثيرين بركله جزاء لحمدي فتحي والغاء هدف لمصر، وفضل الجدل مستمر بعدها. تيجي بقى انجلترا قدام الارجنتين، توخيل يعمل زي ما الكتاب بيقول وزي ما الجماهير المصريه عايزه، يسحب جوردن وينزل كونسا وبعدين يسحب ديكلان رايس وينزل دان، يعني قفل الملعب ولعب ب3 قلب دفاع بالظبط، الفكره اللي كل الناس كانت بتطالب حسام حسن يعملها. طيب ايه اللي حصل؟ الارجنتين استحوذت بالكامل، انجلترا ما بقتش تعرف تعمل مرتده واحده، هوب هدف في انجلترا وبعدين هدف تاني في الوقت القاتل، يعني المدافع الثالث ما كانش هو الحل. تتوقع حسام حسن ما جاش في باله انه ينزل مدافع؟ اكيد جت في باله، لكن فلسفته كانت مختلفه، طالما هاجمت وجبت هدف يبقى تكمل تهديد بالمرتدات، لان اول ما ترجع قدام الارجنتين انت بتستسلم وبتسلم لهم الكوره وبتديهم الثقه، وده اكتر منتخب في العالم بعد الدقيقه 80. وسبحانك يا رب انجلترا حققت كل احلام الناس اللي قالت نزل مدافع واقفل الملعب، عملوها واتعمل عليهم حفله كرويه. مصر وقتها على الاقل كانت بترد وبتوصل وبتهدد، لكن بعد تغييرات توخيل انجلترا اختفت تماما، وساعتها فهمنا ان المشكله عمرها ما كانت في المدافع الثالث. لو كنت منصف فعلا هتعترف ان منتخب مصر كان من اصعب المنافسين اللي واجهوا الارجنتين في البطوله، ورغم اننا خسرنا لكن قدمنا مباراه يشهد لها الجميع، ومع قرار تحكيمي واحد مختلف كان ممكن السيناريو كله يتغير. حسام حسن غلط في حاجات اكيد، لكن تحميله مسؤوليه انه ما نزلش مدافع ده شيء مرفوض. مباراه انجلترا اثبتت ان الموضوع اكبر من كده بكتير. الحياه اوقات بتنصف الناس، والنهارده الكوره انصفت حسام حسن. بكل ادب اعتذروا للعميد. الكوره لسه فيها كلام كتير، ولو بتحب تعرف اخر الاخبار اول باول اعمل متابعه للصفحه. كان معكم مذيع مصر ابراهيم عاطف، اشوفكم الريلز القادم.